السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تعملي طاجن بامية وتطلع جميلة وخضرة بالمنظر ده وريحتها تجيب آخر الشارع، يبقى أكيد بتخزنيها صح وبتسويها صح. تعالي نعمل مع بعض طاجن البامية الجميل ده من كيس بامية من اللي انتي مخزناها في الفريزر، وأقولك هتعمليها ازاي. بس الأول نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلة على النار وهنحط فيها معلقة سمنة او زيت، بس الافضل طبعا مع الباميه ان احنا نحط سمنه. هنحط معاها بقى بصله كده متوسطه وتكون مفرومه ناعم، هنقلبها تقلبتين وبعدين هننزل ب5 فصوص توم مفرومين وناعمين. بعدها بقى بعد التوم هنحط معلقتين كزبره ناشفه ونقلبهم كويس قوي كده ونشوح لحد ما نشم ريحه التوم مع الكزبره الجميله. بعدها بقى بنجيب فلفل رومي ميكس كده من فلفل رومي وفلفل حامي ونقطعهم مع البصل والثوم، وتاخدي بالك ان احنا بنقطعهم قطع كبيرة مش صغيرة. بنشوح بقى كل الميكس الحلو ده، وده اللي بيدي الريحة اللي بتاعة البامية اللي بتجيب فعلا اخر الشارع. بعدها بننزل عليها بعصير الطماطم، وتكون شوية طماطم حلوين على حسب الكمية اللي انتي بتعمليها من البامية. المهم بقى هنا دلوقتي ان احنا بننزل بالباميه مجمده زي ما هي بتلجها كده، يعني بتفتحي الكيس وبتروحي حاطه الباميه، ولا بتغسليها ولا حتى بتشيلي منها التلج، بتحطيها كده زي ما هي. ودي اهم نقطه عشان تطلع الباميه معاكي خضره. تاني حاجه ان انتي بتغطيها وتسيبيها لحد ما التلج كله بيسيح. في الوقت ده ممكن تضيفي معلقه سكر عشان لو الباميه بتعمل حموضه او بتعمل حاجه، فمعلقة السكر هي اللي هتمنع الحموضة دي. في حاجة بقى كمان نقطة مهمة قوي عشان برضو البامية تطلع حلوة وما تطلعش فيها العرق اللي احنا مش بنحبه، ان انتي بتقلبيهاش كتير، مجرد بس ان انتي بتدخلي المعلقة كده وتبعدي البامية عن بعضها، لكن تقليب ده ممنوع. بعدين بتسيبيها لحد ما الطماطم تتسبك وتبقى كده البامية خدت نص سوا. دي بقى نقطة اختيارية، ان انت يا اما تضيفي الشوربة على طول في نفس الحلة وتسيبيها تكمل سواها، او ان انت ممكن تضيفيها تحطيها في طاجن وتدخليها الفرن وتضيفي بقى الشوربة بتاعتك والملح وتظبطي الملح بتاعك وبتحطيها في الفرن 15 دقيقة على الرف، وبعدين بتولعي الشواية عليها في اخر دقيقتين، تديكي بقى اللون الحلو الاخضر الجميل ده. وهي ان شاء الله مش هتاخد معاكي سوا في الفرن، لان هي بتبقى واخده نص سوا ساعه تسبيك الطماطم. بس خلي بالك اهم حاجه ان انتي ما بتقلبيهاش كتير. تاني حاجه ان هي بتحطيها بتلجها زي ما هي. تقدميها بقى دلوقتي مع رز بشعريه او رز ابيض، او حتى تعصري ليمون عليها وتاكليها بعيش. وهسيب لك لينك بتاع تخزين الباميه في الديسكريبشن تحت. يلا بقى لايك للباميه واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، والف هنا على قلبكم.